المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها جهود للاستكشاف والمحافظة على الآثار بمديرية أسماء. استعدادات في الإقليم الجنوبي لمهرجان إريتريا. تكريم طلاب مدرسة عزبة في كرن. استراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل 6 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي يعلق التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية 6 أشهر. ومصر وفيتنام تعززان العلاقات إلى الشراكة الشاملة. أهلا بكم مشاهدينا. يتم العمل لاستكشاف الآثار بدبر بعت الواقعة في ضاحية أوروتا بمديرية أصمت. وأوضح باحث الآثار في قسم الثقافة والرياضة بإقليم عسب الشاب إبراهيم سليمان أن الموقع يشتهر بوجود الآثار والنقوش في الأودية والكهوف. وذكر أن الآثار المختلفة المكتشفة تشمل الأحجار والمباني مختلفة الأحجام، بالإضافة إلى آثار من العقود البحرية التي تعكس مستوى المهارات والإبداعات للمجتمعات التي عاشت في المنطقة. وأضاف أنه بالرغم من وجود تشابه في النقوش المتواجدة في الكهوف، فإن الآثار التي تم اكتشافها تدل على أن المجتمعات التي عاشت في المنطقة اعتمدت على الصيد والزراعة بشكل أساسي، مما يميزها عن الآثار التي توجد على مستوى البلاد. وأكد الشاب إبراهيم أن قسم الثقافة والرياضة يعمل على رفع الوعي بجدية ضمن الجهود التي تبذل لتوثيق الآثار المكتشفة ودراستها واكتشاف أخرى تتعرض للتدمير مع مرور الزمن. وذكر الشاب إبراهيم أن مهمة الاكتشاف والمحافظة على الآثار القومية لا تقتصر على جهة معينة، بل تتطلب مشاركة واسعة وواعية من قبل كل الفئات. وهذا ويبعد موقع دبر بعت الأثري حوالي 150 كيلومترا شمال مدينة كرن. أنهت لجنة المهرجانات في الإقليم الجنوبي استعداداتها لمهرجان إريتريا 2025 الذي سيقام في الفترة من 9 إلى 17 من أغسطس الجاري بأرض المعارض بالإكسبو في أسمرة. أوضح سكرتير اللجنة سيد جرماي قبرولي وكالة إرينا أن المحتوى سيشمل 5 أنواع، هي الرقص والموسيقى التقليدية والآلات الموسيقية التقليدية والتاريخ الشفوي والقرى النموذجية والحياة المعيشية وعروض الصور والتراث. وقال إن الرقصات التقليدية والموسيقى والتراث الشفوي الذي تم جمعه من خلال البحث في 12 مديرية على مدار العام تم العمل عليه بجد للحفاظ على أصالته. وستعرض الأقاليم في التجمع التراثي الوطني التراث الشفوي والأغاني والرقصات والآلات الموسيقية التقليدية والألعاب التقليدية والحياة المعيشية وأدوات الحصاد والملابس والمجوهرات وحفلات الزفاف التقليدية والطعام التقليدي والحرف اليدوية والأسلحة وغيرها خلال المهرجان الذي يستمر لمدة أسبوع. ويتضمن المهرجان أيضا أنشطة ترفيهية للأطفال وبازار ومعرض لبيع الكتب ومعرض للابتكارات والحرف اليدوية وندوات حول أوراق بحثية مهمة، بالإضافة إلى الأدب وعرض الأفلام الوطنية ومعرض للوحات. كرمت مدرسة عنصب الابتدائية والمتوسطة والثانوية 24 من أعضاء الدفعة 37 للخدمة الوطنية الذين حققوا نتائج ممتازة في امتحانات الشهادة الثانوية. وفي حفل أقيم في 5 من أغسطس الجاري، قال مدير المدرسة الأستاذ محمد صالح محمد سعيد أن تشجيع الطلاب يلهمهم للمنافسة النبيلة ويدفعهم نحو تحقيق إنجازات أكثر. وأوضح مسؤول التعليم في الإقليم الأستاذ كفلاء عند مكيل أن برنامج التكريم له دور تحفيزي لا يستهان به لدى الطلاب، وذكر الطلاب بضرورة السعي لتحقيق نتائج أفضل في دراستهم الجامعية استنادا إلى إنجازاتهم. وقدم أعضاء هيئة التدريس وطلاب الكليات في المناسبة شرحا للمساعدة على فهم خلفية مؤسسات التعليم العالي في البلاد والمناهج التي ينبغي على الطلاب اتباعها. كما تم في المناسبة تكريم 22 طالبا من الدفعة 36 للخدمة الوطنية حصلوا على درجات ممتازة العام الماضي. تركز حملة الطلاب التنموية الصيفية التي بدأت في 7 من يوليو المنصرم بمديرية قلوج في أعمال الحفاظ على المياه والتربة حسب ما جاء
من وكالة إرنا. وأوضح السيد تولد مدهن كداني من مكتب الزراعة بالمديرية أن الأعمال تشمل بناء القنوات الحوضية وإصلاح البيئة والحفر والتشجير، بذكر أنه تم إصلاح أكثر من 20 ألف متر من القنوات الحوضية وحفر حوالي 3700 حفرة. وأضاف المشرفون على العمل من المعلمين بدورهم أن الأعمال تنجز حسب الخطة الموضوعة نتيجة تفاني الطلاب في العمل الجماعي. وأكد الطلاب جاهزيتهم لإنجاز المهام الموكلة إليهم بتفان وإخلاص، معبرين عن مدى فخرهم بمشاركتهم في هذا العمل التنموي الهام. يتم تقديم دروس تقوية أكاديمية لطلاب المرحلة الابتدائية في صنعاء. وأفاد منسقو البرنامج الذي نظم بالتعاون مع بين فرع الاتحاد الوطني لشباب وطلبة إريتريا ومكتب التعليم بمديرية صنعاء أنه يتم تقديم دروس تقوية تركز على مادتي الرياضيات واللغة الإنجليزية لنحو 350 طالبا. وأشادوا بالتفاعل البناء الذي يقوم به المعلمين والطلاب، بالذكر أن الهدف هو تعزيز الكفاءة الأكاديمية للطلاب. وأضافوا أن البرنامج بدأ في العام الماضي وأنه يتم العمل على توسيعه ليطال المرحلة المتوسطة نظرا إلى نتائجه المبشرة. وأوضح المنسقون أن الطلاب المشاركين في تعليم طلاب المرحلة الابتدائية هم من طلاب المرحلة الثانوية، وقد تم اختيارهم بدقة لتحقيق أهداف البرنامج الذي ينظم تحت شعار فلنقدم ما تلقيناه بالمجان مجانا. مشاهدينا، نشرة تواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس أمس الثلاثاء أن بلاده ستشتري من اليابان 11 فرقاطة من فئة موغامي التي تنتجها شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة في صفقة تبلغ قيمتها 6 مليارات دولار أمريكي. وقال هذه بلا شك أكبر صفقة دفاعية تبرم بين اليابان وأستراليا على الإطلاق، وهذه أيضا أضخم صفقة لتصدير معدات دفاعية تبرمها اليابان منذ الحرب العالمية الثانية. وتسعى أستراليا جاهدة لتوسيع أسطولها من السفن الحربية الرئيسية من 11 حاليا إلى 26 سفينة خلال العقد المقبل. ومن المتوقع أن تتسلم أستراليا من ميتسوبيشي فرقاطات موغامي بحلول 2030 على أن تحل هذه الفرقاطات الشبح محل فرقاطات أنزاك التي دخلت الخدمة في تسعينيات القرن الماضي وأصبحت قديمة. وقال مارليس أن الفرقاطة موغامي هي أفضل فرقاطة لأستراليا، وهي من الجيل الجديد تتميز بقدرتها على التخفي، وهي مزودة بنظام إطلاق عمودي من 32 خلية قادر على إطلاق صواريخ مجنحة بعيدة المدى. أعلن متحدث باسم المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيعلق حزمتي التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية لمدة 6 أشهر بعد الاتفاق الذي أبرم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان أن الاتحاد الأوروبي يواصل العمل مع الولايات المتحدة لوضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وهو ما تم الاتفاق عليه في 27 من يوليو. وذكر بأن المفوضية ستتخذ الخطوات اللازمة لتعليق تدابير الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر، والتي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم قد 7 من أغسطس. وتنقسم الرسوم الجمركية المضادة إلى جزئين، أحدهما ردا على الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، والآخر على الرسوم الجمركية الأساسية ورسوم السيارات التي فرضها ترامب. رفعت مصر وفيتنام العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، وخاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار. وقع الاتفاق أمس 5 من أغسطس بعد محادثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس فيتنام بونغ تشينغ الذي يزور مصر. وأكد الرئيسان على أهمية تكثيف التنسيق للتعاون في المجالات ذات الأولوية، خاصة البنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي واستكشاف آفاق جديدة
تشمل الاستزراع السمكي والمنسوجات والملابس الجاهزة والأدوية والأسمدة والمنتجات الغذائية والطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان أيضا إمكانية بدء المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين فيتنام ومصر. وأكد الرئيس السيسي على أن الزيارة تعكس مكانة العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون في كافة المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي إلى مليار دولار أمريكي خلال الفترة المقبلة. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. جهود الاستكشاف والمحافظة على الآثار بمديرية أسماط. استعدادات في الإقليم الجنوبي لمهرجان إريتريا السنوي. تكريم طلاب مدرسة عنسبة في كرن. أستراليا تشتري من اليابان 11 فرقاطة مقابل 6 مليارات دولار. الاتحاد الأوروبي يعلق التدابير المضادة للرسوم الجمركية الأمريكية 6 أشهر. ومصر وفيتنام تعززان العلاقات إلى الشراكة الشاملة. مشاهدينا، انتهت النشرة. شكرا على حسن المتابعة. تحية لكم أينما كنتم.